ده والله زمان وبعودة. وليلة 22/2 يوم السبت في استاد القاهرة ليلتكم بيضة بطينة بطين. ده انتوا احنا هنلجمكم باذن الله، ما تستعجلش. يعني انت بلغ بس كل القيادات، بلغ بسيرو، بلغ عبد الله السعيد جده، بلغ ناصر منسي، ناصر هاج، ناصر ماج، بلغ سيف الدين الجزيري، بلغ محمود دونجا اللي البالونه في الشراب لحد دلوقتي ماتت، بلغ مين، بلغ الونش، بلغ بقى اللي انت عايزه. انا يوم 22/2 مش هحلك، ده انا كده ومن غير لا اشرف بن شرقي وسام ابو علي لسه مش كامل جاهزيته. بص انت، لا وايه ده النهارده في شويه مفاجآت. عنب، عنب، ايه الجمال ده؟ قلت لك اصل انا، بص انا هدي نفسي ايه سقفه وشابوه. ليه؟ حلقه امبارح قلت لك ايه اللي اتفرج عليها؟ قلت لك الاسماعيلي يعني دفاعه تخترقه بسهوله، بسهوله. انت عارف الشوط الاول، انت كنت يعني هقول لك الشوط الاول تخلصه كام، وهقول لك رقم مفاجئ والله. انت فاهم قصدي ازاي؟ علشان كده لما قلت لك انت تخلص الماتش في الشوط الاول، يبقى انا كنت بتفرج على الاسماعيلي قبل كده. الاسماعيلي اداء واقع، الاسماعيلي ما بيعملش هجوميا اي حاجه ولا دفاعيا اي حاجه. هو جه عليك النهارده غير بكورتين، كورتين طول الماتش. وهي خطيره واحده بس اللي خطيره جت في العارضه في الدقيقه 75. انت فاهم يعني؟ مش اللي هو يعني النادي الاسماعيلي بتاع زمان. انت عارف الاسماعيلي بقى له قد ايه ما كسبناش؟ 15 سنه. يقول لك انت ما بتجيش ليه الاسماعيليه عشان تلاعبني هناك؟ اما تكسبني بعد 15 سنه دي اجي لك الاسماعيلي. انا الاثنين. الاهلي بيفوز على الاسماعيلي النهارده بنتيجه 4-0 رباعيه جميله جدا من كولر. قلت لك الماتش يخلص كلين شيت علشان ايه؟ يعني مش مستاهل يجي جول من فاهم انت فرقه زي دي كده. يعني مع احترامي ما ينفعش يجي فيك فرقه فاضيه خالص، مفيش. انت فاهم؟ مفيش هجوميا اي حاجه، فتيجي فيك جول ليه ويدعكني اللي عليك ليه؟ هو كلين شيت وحلو قوي كده. والنهارده خلص 4-0 الماتش. مباراه ولا احلى من النادي الاهلي. يعني الاهلي مسيطر طول الماتش، طول الماتش، وده الصح، وده الواقع. انت فاهم؟ مش هتبقى حاجه جديده. انت فاهم قصدي ازاي؟ تعال نبدا بالتشكيله وبعد كده نخش اجواء الشوط الاول. الشناوي في حراسه المرمى، 4 في خط الظهر النهارده لعب ب 4-3-3. اكرم وربيعه وهاني وكوكا. لعب احمد رضا النجم المفاجئ النهارده، وليه تقييم وهنقيم اللعيبه النهارده. وفي تاني نجم المباراه، يعني عندنا النهارده نجمين انا شايف كده من وجهه نظري يعني، مع طبعا لعيب تالت ده لوحده، ده لوحده في حته لوحده كده. 3 في خط النص احمد رضا، مروان عطيه، امام عاشور. 3 طبعا في الامام جراديشار وحسين الشحات ومحمد عبد الله النجم الناشئ الشاب. الولد اللي عنده ثقه مش عند اي حد، الولد بيعدي واحد على واحد وعنده ثقه جامده جدا ومهاري. الولد حرفيا لا 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 فاهم انت؟ ما تغلبش معاه. انت فاهم؟ مش اللي هو لسه بيتعلم مهاره جديده، لا الولد جريء على المرمى وواحد على واحد بيعدي. وده اللي محتاجه في الوينج. وقلت لك اشرف بن شرقي، عشان كده اشرف بن شرقي واحد على واحد يبهدلك. اي والله العظيم، باذن الله باذن الله يكون جاهز وليكن 50 70% مستواه علشان يلعب ماتش الزمالك، ولو حتى تبديل في الدقيقه 60. بس انا قصدي ان بن شرقي لازم يشارك في ماتش الزمالك، وعلي معلول لازم يكون موجود على الدكه، ده لازم. ده اللي انا شايفه. تعال نبدا في اجواء الشوط الاول. الشوط الاول النادي الاهلي طبعا اللي هو يعني مفيش حاجه جديده. الاهلي مسيطر على المباراه بالكامل، مسيطر على الشوط الاول كمان بالكامل يعني. اللهم الا الشوط الثاني الاسماعيلي حاول ان هو يهاجمنا او حاول يمسك كوره، ولكن برده مش بالخطوره الكافيه. الشوط الاول الاهلي كانت الاستحواذ كله ليه. جاله ضربه جزاء في الدقيقه 9 سجلها مروان عطيه، بعد طبعا يعني ضربه جزاء جت بعد التحام لاعب الاسماعيلي اللي هو كان اسمه محمد نصر مع جراديشار، بعد باص روعه جدا بحسين الشحات. ويجي ضربه جزاء، كان الحكم قال لك دي مش ضربه جزاء على الكوره، ورجع للفار وتم حساب ضربه جزاء للنادي الاهلي، سجلها مروان عطيه. يعني انا بس ليها تعليق صغير بس. دلوقتي ضربات الجزاء بيكون ليها منفذين، 1 2 3 مثلا، 1 امام، 2 وسام، 3 مثلا وليكن كريم وليد ندفد. ما علينا يعني عشان كده اقول لك ليها ترتيبات. انت دخلت مروان عطيه عشان ايه؟ النونو مش النونو بتاعه الحوار الجميل ده، طب جابها جول. ضربه الجزاء الثانيه في الدقيقه 24 حسين الشحات داخل يشوط ليه؟ هو مش امام اول واحد؟ يعني ما ينفعش الفهلوه. لازم يعني نمشي على اللي هو الطريق اللي هو الطريق الصحيح زي ما بنقول. 1 2 3
منفذين ضربات الجزاء، مثلا امام وسام محمد عبد الله، وسام حسين الشحات مثلا مروان عطيه، وهكذا. الاول موجود يلعب يشوطها، لو مش موجود يبقى هو رقم 2 هو اللي يشوطها، اول 2 مش موجودين التالت هو اللي يشوطها. انما فهلوه وجو حبيني واحبك والحوار ده ما ينفعش بعد كده. بيجي ضربه جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 25 ده حسين الشحات. طبعا الارضيه النهارده تحسها الارضيه كانت يعني هي منديه او فيها ميه كتير النهارده. اللعيبه كانت بتزحلق، كانوا بيلعبوا جيت سكي، يعني انت فاهم اللي هو رايحين جايين زحلقه زحلقه زحلقه، والكره يعني انت فاهم تحس من كتر الميه الكره بتمشي بالراحه او بتقل شويه يعني. الشوط الاول يعني ينتهي على في فرصه برضو كانت ضايعه، كوره كانت خطيره جدا، او مش كوره ده في 3 فرص ضايعين. انت الشوط الاول هقول لك الرقم، انت تخلص الماتش ده الشوط الاول بالذات 6-0، 6 مستريح. يعني انت جايب جول واحد بس انت تخلصه مستريح، انت متخيل؟ فانا قلتها لك امبارح، خلص الشوط الاول مستريح عشان تريح شويه لعيبه، وده اللي كان لازم يحصل. كنت تخلص 2 3 على يا عم الشوط الاول، يا عم 2 3 عشان تبدا تريح لعيبتك زي امام وزي مثلا حسين الشحات وزي مثلا احمد مثلا وليكن جراديشار برضو يريح، رامي ربيعه يريح، اي حد من اللي بيلعبوا ماتشات كتير. فعلشان كده يعني انا قلت يخلص على الاقل 6-0 يعني. ما علينا. يبتدي الشوط الثاني بانفراد ضايع من جراديشار في الدقيقه 48، باص حلو جدا بس الشحات كان فيه مساحات كتير جدا في ظهر الاسماعيلي. انطلق جراديشار زود فيها شويه، مسكها الحارس طبعا، وكان انفراد تام يعني لجراديشار، ولكن يعني سوء حظ من جراديشار في ان هو يعمل على الكوره، يعمل ضغط على الكوره، او ان هو يبقى تقيل شويه عليها يعني. يجي الجول التاني للنادي الاهلي في الدقيقه 51 امام عاشور. يا جمالك يا جمالك، الجول يعني حرفيا محمد عبد الله هو السبب في الثاني والثالث والرابع. محمد عبد الله يعدي الاول تمام، وبعد كده يعمل انطلاقه يباصي تمام، لعيب الاسماعيلي يشوطها في حارس المرمى بتاعه، تطرد الجردشار، الحارس طلعها من قدامه، تيجي امام عاشور ويحط تيجي في العارضه وتدخل جوه الجول وتطلع تاني، ويتم حساب الهدف لامام عاشور. يعني متابعه كويسه جدا وذكاء كويس جدا امام عاشور ان هو يحس ان الكره انها تترد من الحارس، او من اما كانت مع جراديشار تترد من الحارس، ياخدها هو ويحط الهدف الثاني. ده كان في الدقيقه 51. بعدها النادي الاهلي حاول ان هو يجيب الجول الثالث، ولكن برضه ضيع فرص سهله جدا النادي الاهلي برعونه. انا شايف انها برعونه خالص، وانت كنت تخلص الماتش ده سكور وهتبقى حفله وهتبقى ليله حلوه يعني. بعدها ينزل وسام ابو علي واشرف داري وكريم وليد، ومفيش حاجه اسمها ندل يا جماعه، مكان جراديشار مروان عطيه ورامي ربيعه. ده كان في الدقيقه 75. يجي الجول الثالث للنادي الاهلي عن طريق حسين شحات في الدقيقه 83، بعد طبعا قلت لك محمد عبد الله يراوغ اللعيب ويعمل باص حسين يعمل باص لامام عاشور، امام عاشور يموه يودي لعيب الاسماعيلي في حته ويحط الكره حسين الشحات في حته، حسين الشحات يستلمها ويحط الهدف الثالث. ده كان في الدقيقه 83. بعديها خرج امام والشحات ونزل قفشه وكريم الدبيس، ده في الدقيقه 84. ويجي الجول الرابع، الجول المزيكا. انا شايف من تاني نجوم المباراه النهارده هو احمد رضا في الدقيقه 87 بعد باص من محمد عبد الله، اللي طبعا برضو نجم اللقاء. يعني الاول هنقوله والتاني هو احمد رضا، والتالت هو محمد عبد الله. ده احمد رضا يباصيها محمد عبد الله، احمد رضا بيحطها بمره واحده فيرست تايم مره واحده، لو ثبتك هتتاخد منه. ده الصح، ده القرار الحلو. واللعيب ده خامه طيبه ما شاء الله وبساطته حلوه وعنده رؤيه جميله قوي على المرمى، فاللعيب باذن الله يجي منه ويعتمد عليه كولر باذن الله في الفترات الجايه. تعال بقى نقيم اللعيبه النهارده عن طريق الماتش والاجواء اللي حصلت النهارده في الليله الرباعيه دي. الشناوي الضيف العريس النهارده اشوفه 3/10، ما جاش عليه فرص النهارده غير الكره الخطيره كانت في الدقيقه 75 جت في العارضه، ما فيش اكتر من كده. اكرم توفيق 7/10، رامي ربيعه 6/10، محمد هاني 5/10. الدفاع النهارده ما جاش عليه خطوره اصلا. احمد نبيل كوكا 6/10، احمد رضا
زي ما احنا قلنا من نجوم المباراه 8 من 10، مروان عطيه 7 من 10، امام عاشور 9 من 10. نجم المباراه الاول هو امام عاشور، ده من وجهه نظري طبعا. لعيب لا غنى عنه، لا غنى عنه، بس بقول لك ايه، ما جابش لسه ربع مستوى مع الزمالك. محمد عبد الله من تاني او تالت نجوم المباراه، احنا قلنا الاول امام، التاني احمد رضا، التالت محمد عبد الله 8.5 من 10. حسين الشحات 7.5 من 10. جراديشار النهارده يعني على الاداء اللي عمله اديله 5 من 10. نزل طبعا وسام واشرف داري وكريم ندفد او كريم وليد زي ما احنا قلنا. مفيش يعني، هو كل واحد ياخد على الاقل 2 من 10. وينزل برضو قفشه والدبيس في الدقيقه 85. مفيش اي حاجه اضافه، ده تقييم طبعا. اليوم مبروك للنادي الاهلي، فوز جميل، فوز عريض، ليله حلوه باذن الله، تبقى ليله يوم 22/2 تبقى ليله كويسه على النادي الاهلي، ويبقى ليله زي ما قلت 3-0 باذن الله. ده الاحساس اللي انا يعني حاسه، 3-0 باذن الله نفوز على الزمالك. اليوم مبروك للنادي الاهلي كمان مره، باذن الله كل التوفيق في مباراه الزمالك باذن الله. كده كنت حلقتنا النهارده، ان ربكم عجبتكم، اشوفكم على خير باذن الله. سلام.